السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم وحفت بالمسرات، وعذرا انقطاعي عنكم، وألف ألف شكر لكل من سأل عني هنا أو في تويتر. يا أخواني، أنا دخلت في قضايا الصلح بين الزوجين، ومما يؤلمني جدا أن تقع هفوة عابرة من أحد الزوجين وتمضي الحياة بعدها، ثم تستثمر لتأييد موقف أحدهما، فيشرع أحدهما بتحشيد وتجميع الأخطاء التي وقعت منذ اقترانهما ببعضهما، والتي هي ليست سبب المشكلة أصلا، لكن يثبت للناس أن هذا شخص سيء وعلومه سيئة. فمثلا مرة قال زوج أنها زوجتي تضربني، وبعد التقصي تبين أنها مزحة بينهما، ضربها وضربته واعتذرت بعدها ومشت. ومرة قالت الزوجة إن زوجي يسب أهلي، وبعد سؤال الزوج قال فعلا قبل سنتين عصبت عليها وسبيتها أهلها، لكن بعدها اعتذرت ورضت ولم يتكرر ذلك. وهذا يا إخوان كذب وغش وخداع وتدليس، ويأثم الإنسان على ذلك، وفجور في الخصومة، والله لا يصلح عمل المفسدين. ثم الأبشع من ذلك والأشنع أن يقع خطأ شرعي من أحد الزوجين ويقره صاحبه على ذلك، ثم يستثمر ذلك عند وقوع الخلاف لتأييد موقفه. مثل اللي يقول والله زوجتي سيئة تابع المسلسلات الهابطة، واللي تقول زوجي أنه ما يصلي الفجر في المسجد. سبحان الله، يعني جت الغيرة على الدين حينما كان الخلاف من أجل الدنيا. واللي تقول والله زوجي هذا ما يصلح. ليه ما يصلح؟ لأنه يفعل أمور غير شرعية في الفراش ومن سنوات ما شاء الله، يعني كنت في غيبوبة وتوك تصحين لما حصل خلاف. وأخيرا لابد أن نلفت انتباهكم إلى أنه حينما نرى أحد الطرفين يستدعي المواقف القديمة ليؤيد موقفه، نعرف أن موقفه ضعيف وربما أنه هو المخطئ، وأن الحديث في غير الخلاف الأساسي هو تشعيب للمشكلة وتضخيما لها وإغارة للصدور، وغالبا لا ينتهي بحل. وأخيرا إخواني، أستفيد من ملاحظاتكم واقتراحاتكم واستدراكاتكم، والمناسب منها سأنشره هنا بإذن الله، وشكرا لكم مقدما.